يكونوا نواة لصناعة الحضارة الحديثة لمصر بعد الثورة إن شاء الله. وأوصيكم بالالتزام والانتماء والأمانة والإبداع في حياتكم العملية. ونؤكد لكم دور النقابة وهو على 3 محاور. المحور الأول محور المهندس وخدماته. المحور الثاني دور النقابة في التدريب والارتقاء بالمهنة وتأهيل المهندس ليكون قادر على العمل والعطاء. ثالث محور هو دور المهندس في خدمة المجتمع والوطن الذي أسأل الله أن يسود الاستقرار والأمن، ليقوم المهندسين بدورهم في صناعة حضارة مصر الجديدة، بعدما شاركوا في صناعة الحضارات الحديثة لبعض دول الجوار. وتكونوا أنتم مهندسين الشباب، أنتم مش إحنا، نظلمنا بقى خلاص، أنتم إحنا هنقعد نتفرج عليكم بقى. وتكونوا أنتم أول من يشاركوا في هذا الدور الوطني. أسأل الله أن ينشر الأمن والأمان وأن يحمي مصر من الفتنة وتكون لها المكانة اللائقة. وجزاكم الله خيرا وأتمنى لكم كل توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. وبعد أن استمعنا لكلمات الأستاذ الدكتور محمد العزب نقيب المهندسين بدمياط، نستمع الآن لكلمة المهندس حسام وحد أمين عام النقابة، فليتفضل. وإليك النصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيء يا رب العالمين. باسمي وباسم نقابة المهندسين ومجلس النقابة نرحب بحضراتكم جميعا، إخوة زملاء مهندسين ومهندسات أعضاء جدد في نقابة المهندسين بدمياط. وحق لكم أن تفرحوا، فقد حققتم الحلم الذي بذلتم من أجله الكثير. وأيضا من حق آبائكم وأمهاتكم أن يفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وإذا كان المكان لم يتسع لعدد من آبائنا وأمهاتنا فحسبنا أنهم موصولون بنا بشاشات العرض، ومن قبل فالقلوب موصولة بإذن الله. أيها الزملاء الأعزاء مهندسين ومهندسات، تطويفة سريعة على ما تقدمه نقابة المهندسين من خدمات للمهندسين وبخاصة للأعضاء الجدد. بداية تم تشكيل مجموعة من اللجان. اللجنة الأولى التي نسأل المولى تبارك وتعالى أن تكون عونا لكم لجنة العمل والشباب، ويرأسها المهندس سامح سمير الجندي المجهول لهذا الحفل. هذه اللجنة قامت بفضل من الله وتوفيق في المساعدة في توظيف ما يقرب من 100 مهندس حتى الآن في 10 أشهر. نفخر به جميعا، وإن شاء الله يكون عونا لكم في تدريبات كثيرة نتمنى أن تتواصلوا معه لتعرفوا كم هذه الدورات. وبفضل الله تم تدريب عدد كبير من المهندسين والمهندسات وتأهيلهم لسوق العمل في الفترة الماضية. أيضا اللجنة العلمية والثقافية ويرأسها المهندس محمد عثمان، وهي أيضا تقوم بهذا الدور استكمالا لمركز التدريب والتطوير. وهناك كثير من اللجان، لجنة حماية المهنة، ولجنة المجتمع والبيئة، اللجنة الاجتماعية المهندس جمال حمادة هيقوم بجهد كبير للتواصل مع المهندسين وعمل الأيام الاجتماعية الترفيهية 10 مساء. ومجلس نقابة متواجد يعمل ليل نهار حتى يعمل على راحتكم في هذه الفترة الممكنة. أيضا قامت لجنة المشروعات والإسكان بعمل باقورة إنتاجها من مشروع إسكان المهندسين برأس البر. وإذا كان هذا المشروع لا يناسب عدد كبير من الشباب فجل جهدنا إن شاء الله في الفترة القادمة سيكون لمشروعات الشباب حتى توفر لكم
مسكنا لائق بسعر مناسب باذن الله. ايضا اللجنه الرياضيه المهندس محمد البرش تم تجديد مركز الجيمنازيوم في هذا المبنى. قال يؤكد من قلبي انكم احب الينا من انفسنا، واننا نعمل لكم في سبيل الله اكثر مما نعمل لانفسنا. نصل ليلنا بنهارنا لخدمتكم، سنكون سواعدكم لخدمتكم، وسنكون عيونكم لاسعادكم، ففرحتنا يوم نجرى الفرحه في عيونكم. هذا المجلس يبذل كل هذا الجهد خدمة لكم أولا، ومن قبل طاعة للمولى تبارك وتعالى، مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. أيها الزملاء الأعزاء مهندسين ومهندسات، أيها الآباء والأمهات الكرام، في هذا الظرف العصيب الذي تمر به مصر، لا يخفى عليكم أن المهندسين والمهندسات كانوا في كل أمة عماد نهضتها وسر قوتها، وإن نهضة كل أمة معتمدة في الأساس على المهندسين. تسبق الآخرين بمجدها ونهضتها وصناعتها، تحتاج منا إلى جهد مضاعف، إلى أفكار كثيرة، إلى عمل متواصل حتى نقود سفينة هذا الوطن إلى بر الإيمان. سنؤمن هذه السفينة بإذن الله جميعا، سنمتن ألواحها وأشرعتها حتى نسبق بها الآخرين، ليس لكي نسبق ولكن لأننا كمهندسين ولأن مصر تستحق ذلك وأكثر بإذن الله. لقد شاءت الأقدار أن تكون هذه الدفعة وأن تكون شهادة ميلادكم الهندسية عام 2012 هي شهادة ميلاد دستور جديد، دستور الثورة. هذا الدستور الذي بذل في إنهائه الكثير. لجنة من 100 من عظماء هذا البلد انتخبوا من 760 عضوا من مجلسي الشعب والشورى، منتخبين من أكثر من 32 مليون مصري لأول مرة في تاريخ مصر. الدساتير السابقة شكلت بلجان معينة من الملك ومن الرئيس عبد الناصر، ودستور 71 عينت اللجنة من الرئيس أنور السادات. هذه أول لجنة منتخبة في تاريخ مصر، عملت 6 أشهر متواصلة حتى تخرج لنا هذا الدستور. عملت بعلانية كثيرة التي استمرت 19 ساعة للتصويت على مواد الدستور. ونحن هنا لا نقول لأحد قل نعم، ولا نقول لأحد قل لا. نعم لن تدخل الجنة، ولا تدخل النار. والقرآن ليس فيه نعم وليس فيه لا، ولكن القرآن فيه اقرأوا الدستور واعلموا ما فيه واشرحوه للناس واحذروا من النسخ المزيفة. إننا على مدار عامين ونحن الآن في أزمة اقتصادية. احنا لا نقول نعم ولا لا، ولكن نقول أن المهندسين. أنا لا أتكلم في السياسة وما ينفعش تقاطعني وأنا بتكلم، هذا ليس كلام في السياسة. اديني فرصة أتكلم. أنا قلت نعم لا تدخل الجنة. أنا كان باقي لي دقيقة وأختم، وليس من أدب الحوار المقاطعة. لقد أكدت على أمرين: أن نعم يعني أظن لن تدخل الجنة، ولا لن تدخل النار. وهنا نحن لا نوجه، ولكن عقول هذه الأمة المتفاهمة ندعو إلى القراءة. اقرأ الدستور. وكنت سأقول حالا: سنخرج يوم السبت القادم إن شاء الله بأيد متشابكة، أنت تقول ما تشاء وأنا أقول ما أشاء، ثم نخرج من لجنة الانتخاب ولم يتغير للود قضية أبدا. هذا أدب الحوار الذي نريد أن نرسيه. إن ما يحدث الآن من اختلافات في هذا الوطن تدمع لها الأعين وتبكي لها القلوب. كنت أريد أن أقول أننا كمهندسين لابد أن نرتقي بالحوار ونأخذ بأيدي الآخرين. سنذهب سويا إلى لجان الاقتراع، هذا يؤشر هنا وهذا يؤشر هنا، ثم نخرج أحباء. لن تتغير الإشارات، لن تغير في القلوب. هذا ما أحببت أن أقوله. إن هذا الوطن أخيرا، إن مصر التي نرضاها في هذا الظرف العصيب تحتاج منا جميعا إلى قلوب خاشعة وأيد ضارعة
وسواعد مشدودة بالإنتاج وأيد ممدودة إلى السماء تطلب من المولى تبارك وتعالى العون. سنكون كمهندسين في طليعة هذه الأمة التي تصنع ريادتها وتصنع نهضتها ونقود سفينة هذا الوطن للأمام بإذن الله. إننا نحلم جميعا بعام 2020 تكون مصر فيه الأولى على الوطن العربي والشرق الأوسط، ونحلم بعام 2030 ستكون مصر بإذن الله الأولى على مستوى العالم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وبإذن الله يفرح المولى تبارك وتعالى بنا إن حققنا ذلك إن شاء الله. سنقول جميعا بعقلنا وعزمنا وسواعدنا سنقود سفينة هذا الوطن للنهضة، وهذا دورنا كمهندسين. وإن الباب الثالث من أدوار نقابة المهندسين يقول حق المجتمع علينا كمهندسين. سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنعلي جميعا صوت مصر مرددا صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمات تعبر عنا جميعا. نحن خريجي دفعة 2012. مع كلمة الخريجين الجدد يلقيها علينا المهندس الزميل ضياء ربيع نيابة عنا وعن زملائنا جميعا. فليتفضل. أمين عام نقابة المهندسين، السادة أعضاء النقابة، السادة أولياء الأمور، السادة الزملاء الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم لي أن أقف اليوم بين أيديكم متحدثا نيابة عن زملائي الخريجين. إن لهذا اليوم في نفوسنا مكانة عظيمة. هو يوم اشتقنا للقائه، هو يوم سيبقى في ذكرانا إلى الأبد. لا أستطيع أن أذكر فرحتي في كلمات ولا في عبارات. أعزائي الحضور، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أود أن أنتهز هذه الفرصة لأجزل الشكر لكل ذي فضل علينا. فالحمد لله الذي خلق فعلم وجعل بعد العسر يسرا وجعل الصبر مفتاح الفرج والنجاح ثمرة الجد والعمل. جزيل الشكر لأساتذتنا وجزيل الشكر لآبائنا وأمهاتنا على خلاف ثقافتهم. شكرا لكم يا من لا يفارقنا دعاءكم ولا بنغب يوما عن بالكم. جزاكم الله عنا خير الجزاء. يجول بخاطري الآن كل ما مررت به خلال مشواري التعليمي، أتذكره بكل صعوباته وأبتسم. أدركت أن الصعوبات ما تجعل الحياة قيمة ورونقا. نتذوق من بعد مراراتها أجمل معاني الحياة. تعلمت في هذا المشوار دروسا أعمق مما تحويه الكتب، وكيف أن المثابرة والصبر والاستعانة بالله ما تجعل من الإنسان كيانا متماسكا يستحيل هدمه. وها قد بنيت ثمرة كل لحظة ضيق وتعب. ظننت حين مررت بها أنها لن تنتهي. لذا أهنئ نفسي وإياكم بما وفقنا الله إليه بعد طول عناء، ولكن أذكركم بما نحن بصدده، فقد بدأنا مرحلة أهم بحياتنا. أسأله تعالى أن ينفع بنا وأن يسدد خطانا لنكون على قدر المسؤولية نماذجا مشرفة يحتذى بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي، أبي، لقد ضحيتم بالكثير من ضرورنا لأجلنا. أعطيتمونا الإيمان واليقين في لحظات ضعفنا وشكنا بأنفسنا. لأجل كل هذا نحن مهندسي دفعة 2012 نشكركم من أعماق قلوبنا وننحني لكم احتراما وإجلالا. والآن مع فقرة مع المهندس بسام الصياد، فليتفضل. كلية هندسة كلنا شفنا فيها مواقف كتير، كلنا عشنا فيها لحظات
حسينا بالصعاب، حسينا بان احنا خلاص ما عندناش قادرين. في ناس كانت مش هتقدر تكمل المشوار، في ناس هتقدر تكمل، تمام. بس برضه زي ما عشنا فيها مواقف صعبه، عشنا فيها مواقف لطيفه. زي مثلا واحنا في اعدادي لما كنا بنكرس اللوح، لما دخلنا مدني وبدانا ننقل الشتات، لما دخلنا كهرباء وبدانا كل شويه نمسك السلك عريان الكهرباء. دي كلها حاجات من اللي احنا شفناها في هندسه. على الفيس كل يوم بنطلع بمواقف جديده، وكل يوم بنتنقل بافيهات وزي ما بنقول قفشات، كلها بتتنقل على الفيس، كلنا بنقعد نضحك، تمام. بس انت برضه لما طلعت من هندسه طلعت واحد بتعرف تفكر، طلعت واحد بتعرف ان انت لو حطيت في موقف ملوش اجابه تقدر ان انت تخلق له اجابه. يعني لو واحد قال اعتني المحيط الاطلنطي مثلا، هتقول له 3,695. احنا معانا فيديو لطيف جدا من الفيسبوك، احنا ما عملناش حاجه من بره، من كل الحاجات اللي احنا بنقعد نعرضها، من الحاجات اللي انتم بتعرضوها، وهنعرضها معاكم ان شاء الله. جامد تاني. بمناسبة الكوميك اللي عدى، كلنا دلوقتي في البيت كل واحد بيقول لك روح اعمل كذا، لو انت ما عرفتش هتقول له ما اعرفش، هيقول لك مش انت مهندس. كل المهندس لازم دلوقتي يكون بيعرف كل حاجة. بتحصل. طبعا عندنا محاضرات بسم الله ما شاء الله، تبقى رايح عامل حسابك ان المحاضره ساعه تلاقيها تخلص في 3 ساعات، ما تعرفش الدكتور بيعرف يجيب الكلام منين، والمهم ان أنا دلوقتي مهندس، أنت مبدع، اثبت نفسك. هي بعض الكلمات التحفيزية قد تعبر عن حال نعيشه وقد نكون في حاجة إليها. هي كلمات من خواطر المهندسة الزميلة شيماء هشام مع الفيديو والتعليق عليه، فلتتفضل. أخذت الخبرة إزاي تدور على شغل وإيه هي الشروط المطلوبة. جواك كلام كتير بتقوله. أنا حديث التخرج وصغير، بس جوايا طاقة كبيرة وعندي أفكار كتير أخلق بيها فرص عمل كتير لبلدي. اثبت نفسك وقول لبلدك أنا مش هخرج منك قبل ما أسيب فيكي أثرك، وإن خرجت هرفع اسمك لفوق دايما. أنت مبدع لأنك مؤمن بربك وبذاتك. فاكر لما دخلت إعدادي هندسة وكنت حاسس وقتها إنك مش هتقدر تكمل حلمك؟ فاكر برضو لما رجعت اللحظة دي تاني قبل ما تخرج منها؟ مشروع التخرج وقد إيه كان عندك أفكارك الكتير وكنت برضو خايف ما تعديش. صدقني أنت لسه عندك أفكارك الكتير. فاكرة لما كان حلمك الهندسة وإنك تكوني مهندسة ويكون ليكي اسمك في بلدك،
وتكوني سبب لنجاح بلدك، صدقيني لسه الحلم موجود. فاكر لما أهلك كانوا فرحانين بدخولك الهندسة واتكررت اللحظة دي تاني لما اتخرجت منها؟ كان لهم فرحتهم بإن يكون لك حياتك المستقلة وإنك بقيت مهندس وعارف المسؤولية. عمرك لسه ما فاتش، انزل دور وكمل فرحتهم. افتكر لما كان حلمك الهندسة وانت صغير، هو دخول الهندسة ده كان من المستحيلات في أحلامك؟ يمكن كنت بتقول كده، بس من جواك كنت مؤمن بربك إنه مش هيضيع تعبك، وكنت مؤمن بذاتك. خليك فاكر كل واحد فينا له رسالة في حياته، وطول ما انت عايش انت المفروض بتعمل في جزء من رسالتك دي. انت لسه مبدع. شوف اكتر حاجة بتحبها في مجالك وقيمه لنفسك. اي فكرة عندك اكتبها وناقشها مع نفسك، اسألها، جادلها، انتقدها. انت عارف انت استاذ نفسك ودكتور نفسك وتلميذ نفسك. اتعلم من نفسك وخليها تعلمك. اديها كل يوم حكمة جديدة، وجازي نفسك بحاجة انت بتحبها قوي. شجعها دايما وقول لها انا واثق فيكي وفي قدراتك. افتكر معايا دلوقتي زي اللحظة دي هي كانت لحظة من لحظات الماضي في سنة عدت. افتكر وقتها كان ايه حلمك وكنت بتخطط ازاي لمستقبلك بعد التخرج. كمل وما تكسلش وما تقولش الوقت، اديه من وقتك واعرضه. انزل ودور بنفسك، استفسر وحاول، بس ما تضيعش وقتك. جميعا نحن المهندسين، ونقسم نحن المهندسين الجدد دفعة 2012 هذا القسم مع المهندس الزميل محمود البحيري. يؤدي أعمال المهنة بالأمانة والشرف، والمحافظة على سر المهنة وكرامتها، وأن أحترم قوانينها وقواعدها. مبروك يا مهندس. والتي تقر أعينهم بها عندما يرون أطفالهم يكبرون عاما بعد عام. ليصبحوا اليوم وبالحق مهندسين مستقبل وحاملي راية البناء والتقدم. فبارك الله لكم فينا وبارك لنا فيكم. فليتأهل كل مهندس لاستقاء المنصة واستلام الشهادة. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. وحياة
قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. كان حلم جميل في خيالنا مبانش في يوم عن بالنا، كان حلم جميل في خيالنا ولا بانش في يوم عن بالنا، وبنالنا قصور وبلاش قصور حياتنا ومستقبلنا. ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. حياة قلبي وأفراحه أنا في مساء وصباحه، حياة قلبي وأفراحه أنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. ناجح يرفع ايده قد بعيدنا وعيده، ناجح يرفع ايده قد بعيدنا وعيده، ويقول ونقول دايما ناجحين على طول، دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول، دايما دايما على طول، دايما على طول، دايما 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 دايما. تحية قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، تحية قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. تحية قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، تحية قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. تحية قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، تحية قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. كان حلم جميل في خيالنا مبانش في يوم عن بالنا، كان حلم جميل في خيالنا
والدنيا فرح ويايا، ولقيتني في عز هنايا، والدنيا فرح ويايا، بتهني حبايبي معايا، وتقول للكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. يا قلبي والأفراح أنا فيها والصباح، يا قلبي والأفراح أنا فيها والصباح، لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. ناجح يرفع ايده قبل في عينه وعينه، ناجح يرفع ايده قبل في عينه وعينه، ويقول ونقول دايما ناجحين على طول، دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول، دايما دايما على طول، دايما على طول، دايما